السلام عليكم. I had been preparing for this lesson for almost a week before I started. يعني أنا كنت قد أعديت لهذا الدرس لمدة أسبوع قبل ما أبدأ. هنا بتكلم عن حدثين حصلوا في الماضي. الحدث الأولاني أنا استخدمت فيه الماضي التام المستمر اللي هو ال past perfect continuous، والحدث الثاني أنا استخدمت فيه الماضي البسيط اللي هو ال past simple. طيب فاكر الدرس اللي فات لو أنت متابعني بالترتيب أنا اتكلمت عن الماضي التام وقلت لك ان هو بيستخدم للتعبير عن حدثين حصلوا في الماضي. الحدث الاولاني بنستخدم فيه الماضي تام، والحدث الثاني بستخدم فيه الماضي البسيط. طب ايه الماضي التام المستمر؟ يعني ايه ماضي ويعني ايه تام ويعني ايه مستمر؟ ماضي يعني حدث في الماضي، تام يعني تم، هو حدث حصل قبل نقطة معينة في الماضي وانتهى بس استمر، زي الماضي التام بالظبط، بس الفرق هنا في الاستمرارية. شوف المثال ده: I had been playing football for 3 hours before my father came. انا لعبت كوره لمده 3 ساعات قبل ما والدي جه. هنا انا ركزت على الاستمراريه والمده اللي هو ال3 ساعات. نفس المثال ده بالظبط ممكن نقول I had played football before my father came. هنا انا ركزت على النتيجه مش على الاستمراريه. انا لعبت كوره في الاول ووالدي جه، انا ركزت قلت حدثين، لعبت كوره الاول ده الحدث الاولاني، والدي اتى ده الحدث الثاني. بس لما احب اركز على المده والاستمراريه فبستخدم مكان الماضي التام الماضي التام مستمر. ايه بنستخدم had plus been بلس الفيرب بلس ing، يبقى هاد بن والفعل ونحط للفعل الاي ان جي، وهاد دي مع كل حاجه سواء فعل مفرد فعل جمع، زي I had been studying for 3 hours. بنستخدمه في ايه؟ فاكر الباست بيرفكت اللي هو الماضي التام؟ هو زيه بالظبط الماضي التام المستمر، بس الفرق الوحيد احنا في الماضي التام بنركز على النتيجه، والماضي التام المستمر بنركز على الاستمراريه والمده. زي مثلا اقول لك ايه؟ by 7 yesterday I had been playing tennis for 3 hours before my father came. يعني امبارح ولا قبل الساعة 7 كنت بلعب كورة لمدة 3 ساعات قبل ما والدي جه. طب انا ممكن اقول ايه؟ by 7 yesterday I had played tennis before my father came. هنا ركزت على النتيجة وخلاص ان انا لعبت تنس وبعد كده والدي جه. لكن لو عاوز اركز على الاستمرارية والجهد المبذول فبستخدم الماضي التام المستمر. بنستخدم الماضي التام المستمر للتعبير عن حدثين حصلوا في الماضي. الحدث الاولاني بستخدم فيه الماضي التام المستمر، والحدث الثاني بستخدم فيه الماضي البسيط. بس الحدث اللي هستخدم فيه الماضي التام المستمر لازم يكون حدث بيعبر عن الاستمرارية وفي مدة، زي المثال بالظبط اللي انا قلته لك في اول الدرس. I had been preparing for this lesson for almost a week before I started. هنا انا عبرت عن الاستمرارية والمدة اللي هي ايه؟ اسبوع كامل. I had been preparing for this lesson for almost a week before I started. الحاجة التانية بنستخدم الماضي التام المستمر لما نعبر عن حدث تم قبل نقطة معينة في الماضي. يعني مثلا ايه؟ by that time my mother had been cooking all day before my uncle came. والدتي كانت تطبخ طول اليوم قبل ما يجي عمي. ده استخدامه. بنسأل بنعكس مكان had ومكان الفاعل. زي مثلا he had been watching TV، عاوز اسأل فبقول had he been watching TV، والنفي بنحط نوت بعد had. he had not been watching TV. ولو عاوز استخدم الشورت فورم فبقول hadn't he been watching TV. فالزمن استخدامه سهل جدا. الباست perfect continuous هو نفس ال past perfect، نفس الماضي تام، بيستخدموا نفس الغرض في الانجليزيه. الماضي التام المستمر بيستخدم لما نيجي نعبر عن حدثين حصلوا في الماضي. الحدث الاولاني بنستخدم فيه الماضي التام المستمر، والحدث الثاني الماضي البسيط. بس ايه الفرق بين لو استخدمنا الماضي التام المستمر والماضي التام؟ احنا لما بنستخدم الماضي التام المستمر فهنا احنا بنعبر عن الاستمراريه وفي مده، وكمان بنعبر عن الجهد المبذول. كمان بنستخدم الماضي التام المستمر لما نعبر عن حدث تم قبل نقطة معينة في الماضي، وكمان الحدث ده استمر وفي جهد مبذول. وده الدرس منتهى البساطة. لو استفدت حاجة ما تنساش اللايك والسبسكرايب. Thank you very much for watching. Bye bye.